كيبدا الفيلم ديالنا في واحد العالم اللي ولا قريب للنهايه، حيت الماكله ولات قليله بزاف لدرجه ان البشر ما بقى عندهم ما ياكلوا، وهذا الشيء بسبب التكنولوجيا اللي زادوا فيها بلا قياس واللي خربت البيئه. الكلاص بدا كيذوب، وفي نفس الوقت انتشرت واحد البكتيريا في الماء اللي سامه وخايبه بزاف حتى قتلت كاع الحوت اللي في البحر. وسط هاد الروينه كان سينغ، واحد السيد خدام شيفور كيوصل السلعه في واحد الجزيره صغيره في الوسط ديال البحر. سينغ كان معاه صاحبه وكيهزوا السلعه وكيخرجوا بها باش يوصلوها لبلاصتها. في هذا الوقت كان سينغ كيتفكر مراتو رين وكيفاش كانت حياتهم هانيه ومزيانه قبل ما الدنيا تخرب. ولكن ملي بدات الاوضاع كتدهور كل واحد فيهم بدا كيشقى وكيخدم بالجهد باش يقدروا يوفروا طرف الخبز، حيت الماكله ولات خاصه فلوس وخدمه بالجهد. ملي وصلوا السلعه لواحد البلاصه جمعوا عليهم شي شفاره بغاو يديوها ليهم، ولكن سينغ نزل دغيا وبدا كيضربهم واحد بواحد. وهنا كنعرفوا ان سينغ كان بطل ديال الملاكمه. من بعد زادوا كملوا الطريق، وفاش وصلوا السلعه للوجهه ديالها لاحظ الشاف ديالهم ان واحد الصندوق كان مفتوح، وبسبب هذا الشيء نقص لهم الفلوس وطلب منهم يدوا الصندوق معاهم. وملي حلوه لقاو فيه شي حوتات غرابين شويه. صاحب سينغ فرح حيت شحال هادي ما داق اللحم، وقرر ياكل من هادوك الحوتات وعطى حتى لسينغ باش ياكل. في بلاصه اخرى السيد اللي خدا السلعه نظم اجتماع كبير مع اغنياء البلاد، بدا كيشكر في السيد فاسو اللي كان معروف انه من اشهر رجال الاعمال اللي عاونوا الفقراء بزاف في الوقت ديال المجاعه. وزاد قال لهم ان مرات فاسو مريضه ولقى الحل باش تعالج، وهو هاد الحوته الغريبه. وضح لهم باللي اللحم ديالها نقي بزاف ومختلف على الحوت العادي، وباللي مرات فاسو غتبرا به. من تما بداو الناس كياكلوا من ديك الحوته، ولكن شويه بدا الدم كيخرج من فم الشيف. الرجال اللي معاه ما فهموا والو، وهنا الخدامه ديالو دغيا داوه للسبيطار. في ديك الوقيته بالضبط سين كان وصل للدار ديالو فين كانت مرا تورين كتسناه. ملي شاف تورين بهذيك الحاله بقات كتلومو وكتسولو علاش ما يبدلش ديك الخدمه اللي كلها مشاكل. سين جاوبها باللي خاصو يخدم باش يوفروا الماكله، وباللي في هذا العالم اللي غادي يسالي الملاكمه ما بقات عندها حتى قيمه، وداك الشيء علاش هو كيدير هاد الخدمه البسيطه باش يقدر يعيش هو وياها. من هنا كنفهموا ان رين ما كانتش عاجبها الخدمه ديال راجلها بالمره، حيت ما كانتش مستعده باش تخسرو. من بعد رين خبراتو باللي خاصها تمشي للسبيطار، حيت هي اصلا معروفه بلا طبيبه. فاش ركبت الطوموبيل تلاقات مع الممرضه ديالها ومع ولدها الصغير. سولات الممرضه رين واش راجلها واثق يبدل الخدمه، ورين جاوباتها باللي هو باقي شاد فرايو وما بغاش يخليها. ومهم كملوا الهضره حتى وصلوا للسبيطار. تما رين بدات كتشوف المرضى اللي عندها، والممرضه حتى هي بدات في خدمتها. اما ولد الممرضه الصغير كان تبع رين حيت كان كيبغي يدوز معها الوقت ويشوف معها المرضى. شويه وجات واحد الطبيبه اخرى عند رين وقالت لها باللي خاصها تمشي لغرفه العمليات، ولكن قبل ما توصل وقفها المدير وقال لها ما تمشيش لتما دابا وخاصها تجي معاه حيت عنده شي حاله مهمه بزاف. رين وافقات وطلعوا بجوج لواحد البلاصه فين كان السيد فاسو ومراته كيتسناو. في الطريق شافت رين داك السيد اللي جابوه بالاجتماع، كان باقي الدم كيسل من فمه بلا ما يوقف. داوه دغيا لغرفه العمليات وبداو كيحاولوا يتحكموا في الحاله ديالو. في جهه اخرى رين وصلت عند السيد فاسو اللي قال لها باللي عنده شي حوتات ما جاوش من البحر، ولكن لقاهم في الواد الحار، وكان كيعتقد ان هاد الحوتات ماشي ملوتين بحال حوت البحر، وداك الشيء علاش بغى يوكل منهم لمراتو باش المرض اللي فيها يبرا. رين ملي سمعت هاد الشيء قالت ليه باللي خاصهم يديروا تحاليل هاد اللحم عاد يقدروا يعرفوا واش صالح الماكله ولا لا. في ديك الوقيته الحاله ديال داك المريض اللي جابوه للسبيطار بدات كتدهور بزاف ومات تما. ولكن الغريب في الموضوع انه بعد شويه ناض ولا زومبي، يعني ديك البكتيريا اللي كانت في لحم الحوت دخلات للجسد ديالو وبسببها تصاب وبدا كيتصرف بطريقه غريبه. وملي كان المدير ورين راجعين سمعوا صوت الغوات. تما رين شافت بعيني هذاك المريض كينوض وكيقطع العلق ديال واحد من الطبات تما. في جهه اخرى وفي الدار ديالو سين كان كيشوف الصوره ديال مرات ورين وكيتفكر كيفاش كانوا صغار وفرحانين. كتب ليها واحد الميساج على المرايه كيقول لها باللي كيبغيها، وشويه سمع خبر في الراديو كيقول باللي سدوا السبيطار ديال المدينه كامل، وهذا الشيء حيت وقعت فيه شي حاجه ما هياش وما خلاوش الناس يخرجوا. سينغ ملي سمعت الشيء تصدم ومشى دغيا لجهه السبيطار. شاف الناس كيموتوا واحد بواحد، وهذا الشيء خلاه يدخل دغيا. الجيش اللي كان تما كيقول الناس يرجعوا للداخل، ولكن ملي شي وحدين ما بغاوش يطيعوا الامر بداو كيضربوا فيهم بالرصاص. سينغ ملي دخل تصدم بالمنظر اللي شاف بسبب داك المريض اللي ولا زومبي. كاع الناس اللي تما تصابوا بالعدوى وبداو كياكلوا في بعضياتهم. رين هي كانت مخبيه في واحد البلاصه وخايفه، ومعاها كان المدير اللي عضاتو ديك الزومبي اللي كانت مضروبه. الطبيب قال ليها ما تمشيش وتبقى حداه، ولكن رين ما سمعاتش كلامه وبدات كتمشي. شويه شافت قدامها واحد الجثه وخافت، وملي رجعت اللور لقات المدير اللي كان معاها حتى هو ولا زومبي وهاجمها. رين هربت دغيا من تما وهي تشوف سينغ في كاميرا المراقبه وشدات الميكرو وقالت له
صوت مسموع 5 انا هنا، ولكن مع الاسف تقطع الضوء في المستشفى كامل. 5 كان في غرفه التحكم وسمع الصوت ديالها، من بعد دخل عليه واحد الزومبي وهجم عليه، ولكن 5 تفضل المهارات ديالو في الملاكمه، ضربوا وطيحوا كاو. وملي خرج لقى زومبي اخر اللي كيتسناوه، وتما تلاقى بداك الدري الصغير ولد الممرضه. واحد الزومبي كانت غاتهاجم الدري، ولكن 5 وصل في اخر لحظه ونقضوا. الدري قال ل5 باللي رينو معاه في الطابق الثالث، واقترح عليه يمشيو لتما. 5 من تما سولو واش كيعرف رين، وجاوبوا باللي رين هي احسن صديقه عنده. في ديك الوقيته واحد الحارس كان كيقاتل الزومبي، وملي سمع صوت بنت صغيره برا كتغوت وكتعيط على ماماها مشى عندها باش يمنعها تخرج، ولكن البنت هربات وخرجات، والحارس جا قدامها. تما العسكر اللي كانوا برا شافوا الحارس والبنت وضربوا الحارس بالرصاص وقتلوه. من بعد ضربوها حتى هي، حيت ما بغاوش ياخذوا شي مخاطره ويخليو شي حد يخرج. في نفس الوقت كان واحد الاجتماع ديال الضباط الكبار ديال الجيش في ديك البلاد، كانوا كيناقشوا شنو خاصهم يديروا في داك الوضع. الجنرال الكبير قال لهم باللي الا قصف السبيطار كامل وغيبوهم من الوجود، الفيروس غيوقف تما، حيت السبيطار فيه دابا شي 500 واحد، وإلا خرجوا برا راه ممكن يعادوا 50 مليون. داكشي علاش كان من الافضل لهم يقتلوا دوك 500 واحد باش ينقذوا الملايين. الجنرال عطى الامر باش تطبق هذه الخطه، وتحطوا القنابل في كاع البلايص في السبيطار، وداروا فيهم مؤقت ديال ساعه وحده باش السبيطار يتفنى كامل بمره. وفي الداخل رين كانت بوحدها وكتخبى وكتخرج بشويه، ولكن شفت ان الباب ديال غرفه التحكم كان مسدود، وشفت الحارس اللي حداها ولا زومبي، وكان هو اللي عنده الساروت. مشات دغيا باش تاخذ ليه الساروت وهو هجم عليها، ولكن هي ضرباته برجليها وطاح، وخدات الساروت ودخلت دغيا لغرفه التحكم. تما بدات كتشوف كاع تسجيلات الكاميرا. من جهه اخرى 5 كان كيقاتل الزومبي باش يحمي داك الدري، وبداو كيطلعوا من طاج لطاج باش يقلبوا على رين وماماها. ملي وصلوا لواحد البيت هجموا عليهم الزومبي ثاني، والدري الصغير شاف تما واحد المريض كان كيدير راسو برا، وقال ليه بلي راه ما عندهم حتى فرصه باش يعيشوا. من بعدها بداو الزومبي كيدخلوا كيهجموا عليهم، في الوقت اللي 5 والدري خرجوا من الشرجم وهربوا. الدري كان تصدم بزاف من داكشي اللي شاف، و5 نقدوا دغيا وداه معاه الفوق. رين في ديك الوقيته بدات كتفكر شنو خاصها دير، وشافت السيد فاسو في الشاشه وفهمات باللي خاصها تمشي عنده باش يعاونها. اما 5 والدري وصلوا لواحد الطابق فين لقى الدري الام ديالو. ملي شافها عنقها دغيا وماما بدات كتبكي بزاف، قالت ليه يعتني براسو، وقالت ل5 يدي ولدها من تما شاف 5 باللي المراه ديجا معاديه من الزومبي، وهذا الشيء كيعني باللي حتى هي غتولي زومبي. داكشي علاش هز الدري وهرب بيه، والدري شاف من بعيد كيفاش مولات زومبي كامله وبدات كتعض اللي قدامها، وبسبب الغوات ديالو خرج على السيطره ديال 5، وهذا الشيء جاب الزومبي لتما. و5 بدا كيضربهم واحد بواحد، بينما رين في جهه اخرى قدرت توصل عند فاسو وهي مخبيه. فاسو قال لها بلي هي امنه معاه تما، وبلي الجيش غيجي باش ينقذهم، وبلي الدم ديال مراته غيسالي، وقال لها الا جبت لي الدم غيخرجها حتى هي من تما. ورين وافقت على العرض ديالو. في ديك الوقيته الضباط كانوا كيناقشوا باللي السيد فاسو حتى هو في المبنى، وبلي هو راجل غني بزاف وداك الشيء ممكن ياثر على الاقتصاد. داك الشيء علاش قرروا يصيفطوا فريق خاص باش ينقذوه، وكانت باقا نص ساعه باش المبنى يتفجر. و5 والدري اللي معاه كانوا طالعين الفوق باش يقلبوا على رين. تما شافوا الفرقه ديال الجيش حتى هي وصلت. في الوقت اللي رين مشات باش تجيب الدم الفاسو باش نقذ مراته، ولكن فاش كانت غاده تلاقات مع بزاف ديال الزومبي اللي هجموا عليها. و5 وصل تما، وملي شاف داك الشيء بدا كيضرب فيهم، وواحد الغلاظ هجم على رين. وملي شاف 5 هاد الشيء بغى يهبل ودخل دغيا وبدا كيهاجم فيه، بينما الفرقه ديال الجيش اللي وصلات كانت كضرب الزومبي بالرصاص واحد بواحد. من بعد وصلوا دغيا عند فاسو وبداو كيخرجوه مع مراته من السبيطار، ولكن فاسو قال لهم باللي مراته ما يقدرش فيها غير ديك الطبيبه يعني رين، وطلب منهم يجيبوها ليه دغيا. ملي وصلت الفرقه عند رين كتحساب باللي غيديو معاهم راجلها والدري حتى هما، ولكن ضربوا 5 بالرصاص في كتفه وطاح، وداو رين معاهم بزز، ولكن 5 ناض دغيا وبدا كيضربهم واحد بواحد. وكان واحد الضابط اللي قاوم بطريقه خايبه، ولكن 5 قتلو حتى هو في الاخر. وفي ديك الوقيته عضاتو زومبي، وداك الضابط ولا حتى هو زومبي، ومات الفرقه كامله. وداك الشيء خلى فاسو ما يقدرش يخرج من تما. داك الشيء علاش رين دات 5 معها دغيا وبدات كداوي ليه جراحو باش يولى بخير. وملي حل 5 عينيه لقى راسو مجروح. رين سولاتو بحسره علاش دخل راسو في هذا الخطر كله، و5 جاوبها باللي حياته ما كامله بلا بها، وإلا ما بقاتش هي حيه ما غيبقاش عنده حتى شي سبب باش يعيش. من بعد داك الضابط اللي ولا زومبي دخل عندهم، و5 دار له خطه وحرقو تما. ومن ديك العافيه اللي شعلات دق الجرس ديال الانذار ديال الحريق، وبدا الماء كيسيل من كاع البلايص في السبيطار. ومن تما الزومبي قاسوا داك الماء، الشيء اللي خلى وجههم تبدل الاشكال ديال الحوت، وخرجوا لهم سنان كبار ولاو كيبانوا وحشيه لدرجه كبيره. جهه اخرى رين مشات عند فاسو وقالت لها بلي خاصهم يمشيو دابا، ولكن فاسو شاف بلي مراته ملي قاسها الماء حتى هي بدات كترجع للحياه. قال بلي مراته برت دابا، وملي قرب ليها عضاتو مراته. ومن تما كاع الزومبي اللي كانوا تما جاو وقطعوا طراف. اما سينغورين والدري الصغير بداو كيهربوا دغيا من تما. 5 بدا كيشد
لفتت الانتباه ديال الزومبي، وقال لرين تدي الدري وطلع للسطح، وتما لقات واحد الضابط كيتسناهم. فحاص رين الدري مزيان وتاكد باللي ما معادينش، وسولهم فين هو فاسو، ورين خبرته باللي مات. والضابط قال لهم يركبوا دغيا في الهليكوبتر باش يخرجوا من تما. ورين ردت عليه وقالت له بلي كاين واحد صاحبهم اخر غيجي دغيا، وباللي هو بسببه بقاو عايشين. ملي سمع الضابط هادشي قال لها بلي غيتسنى غير 5 دقائق، وإلا ما جاش داك الشخص غيقلعوا. في الوقت اللي سينغ كان مخبي في واحد الطوموبيل وهجموا عليه الزومبي، وتما الطوموبيل طرطقات، ولكن سينغ بقى حي والزومبي مازال ما عياوش. سينغ بدا كيحاول وقدر يوصل للسطح، ولكن كان فات الفوت حيت دوز اكثر من 5 دقائق. داكشي علاش الهليكوبتر قلعات ومشات من تما. ورين كانت كتشوفو من الشرجم وما قدرت دير والو. تما بداو الزومبي كيقربوا من سينغ، وهو بدا كيضربهم واحد بواحد، وتما طرطق المبنى كامل حيت المؤقت كان سالا. وملي شافت رين هادشي فهمت بلي سينغ مات، وداكشي علاش بقات كتبكي. من بعد الواقعه داز شويه ديال الوقت، وكنشوف ورين في جبال ودارت راسها تما واحد المأوى، لمست الخاتم ديالها وكتفكر راجلها. وفي اخر لقطه الفيلم كيورينا سينغ اللي كان مازال حي ومازال كيقتل في الزومبي، وبهذا الشيء كيسالي الفيلم ديالنا.